تخيل معايا لو قلت لك نستنى دقيقة واحدة من غير ما تمسك موبايلك ولا تبص في الساعة ولا تعمل أي حاجة، مجرد دقيقة. تفتكر هتقدر؟ الغريب إن الدقيقة زمان كانت مجرد دقيقة، لكن النهاردة بقت كأنها ساعة. إحنا مبقيناش بنستحمل الانتظار، بقى صعب نستنى رسالة أو النتيجة أو حتى حلم، وكأننا اتعودنا إن كل حاجة لازم تحصل دلوقتي. لكن لو الحياة كلها بقت بالسرعة دي، يبقى إمتى هنعيشها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة سطور. معاكم مصطفى قاسم، وتعالوا نناقش بعض السطور في حياتنا اليومية. ولو حابب تكمل معانا الرحلة ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا باللايك، ويلا بينا نبدأ. إمتى كانت آخر مرة استنيت فيها حاجة من غير ما تتضايق؟ يمكن السؤال غريب شوية، بس فكر فيها. آخر مرة وقفت في طابور وما بصيتش في موبايلك؟ آخر مرة النت فصل دقيقة وما تعصبتش؟ آخر مرة طلبت اوردر وما فضلتش تبص كل شوية هو واصل فين؟ أعتقد إن الإجابة عند أغلبنا هتكون من زمان. إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، ولو ركزت في يومك هتلاقي إننا بقينا بنجري من أول ما نصحى. أول ما تفتح عينيك تمسك الموبايل، ترد على رسايل، تشوف الإشعارات، تفتح السوشيال ميديا، وبعدها تبدأ يومك من غير حتى ما تدي لنفسك دقيقة واحدة تهدى فيها. ولو النت بقى بطيء شوية تتضايق، ولو الزحمة أخرتنا نتعصب، ولو الفيديو فتح بعد 5 ثواني بدل ثانيتين ممكن نقفل التطبيق كله. الحقيقة أنا شايف إن المشكلة مش فينا إحنا بس، المشكلة إن الدنيا نفسها بقت سريعة بشكل عمرها ما كانت كده زمان. زمان كنت لو عايز تكلم حد يمكن تستناه يوم كامل، دلوقتي رسالة واتساب لو اتأخرت عليها 5 دقايق ممكن اللي قدامك يفكر إنك بتتجاهله. زمان كنت تستنى فيلم أسبوع أو 2 لحد ما يتعرض، دلوقتي لو الإعلان نزل الناس بتبدأ تسأل هو لسه منزلش ليه. حتى الأكل بقى بيوصلك في نص ساعة، ولو اتأخر 10 دقايق تحس إن اليوم كله باظ. احنا تعودنا على كل حاجة تبقى سريعة، وللأسف بدأنا نتعامل مع حياتنا بنفس الطريقة. بقينا عايزين النجاح بسرعة، وعايزين الفلوس بسرعة، وعايزين النتائج بسرعة، ولو الحاجات أخدت وقت نبدأ نشك في نفسنا. يمكن أنا مش شاطر، يمكن الطريق ده مش ليا، يمكن خلاص فات الأوان. مع إن الحقيقة إن معظم الحاجات الكبيرة في حياتنا ما بتجيش بسرعة أصلا. يعني الشجرة مش بتكبر في أسبوع، والطفل مش بيكبر في يوم، وحتى الإنسان نفسه مش بيتغير ما بين يوم وليلة. لكن إحنا بقينا مستنيين من نفسنا نتائج بسرعة الريلز. بس عارف إيه اللي شد انتباهي؟ إننا بقينا نقيس حياتنا بسرعة حاجات ملهاش علاقة بالحياة أصلا. تفتح انستجرام تلاقي واحد عنده عربية جديدة، تفتح تيك توك تلاقي واحد بيقولك إنه حقق أول 1,000,000 جنيه، تفتح لينكد إن تلاقي واحد احتفل بترقية جديدة، وبدون ما تحس تبدأ تبص لنفسك وتقول هو أنا فين من كل ده؟ مع إنك ما تعرفش الشخص ده بدأ إمتى ولا تعب قد إيه، ولا حتى الصورة اللي أنت شفتها هي الصورة الكاملة ولا جزء صغير منها. احنا بقينا بنقارن كواليس حياتنا بواجهة حياة الناس، وده ظلم كبير لنفسنا. أنا فاكر مرة قرأت جملة عجبتني جدا، كانت بتقول لا تستعجل حصاد ما زرعت أمس. الجملة بسيطة، لكن لو فكرت فيها شوية هتلاقي إنها بتحكي عن أغلب قراراتنا. إحنا عايزين نبدأ مشروع وننجح من أول شهر، نروح الجيم ونتغير في أسبوعين، نبدأ نحفظ قرآن ونحفظ بسرعة، نتعلم لغة نتكلمها في شهر. ولما ده ما يحصلش نقول يمكن أنا مش بعرف. لا، أنت بتعرف، بس أنت مستعجل. ربنا سبحانه وتعالى وصف طبيعة الإنسان من زمان جدا، قال تعالى وكان الإنسان عجولا. تأمل الآية دي، ربنا ما قالش إن الإنسان ساعات بيستعجل، لا، ده قال إن العجلة من طبيعته أساسا. لكن الفرق إن زمان الإنسان كان بيجاهد الصفة دي، إنما النهاردة الدنيا كلها بتغذيها. كل تطبيق حواليك بيقولك أسرع، كل إعلان بيقولك أسرع، كل الناس بتقولك لو دخرت هتضيع، فطبيعي جدا إنك تحس إنك لازم تجري. لكن السؤال هو إحنا بنجري على إيه؟ أنا ساعات بقعد مع نفسي وأسأل السؤال ده، هو أنا مستعجل ليه؟ علشان أوصل لفين؟ ولو وصلت هل هكون مرتاح؟ ولا هدور على الهدف اللي بعده؟ وأعتقد إن دي المشكلة، إننا ربطنا الراحة بالوصول، مع إن الراحة عمرها ما كانت في الوصول، الراحة كانت في الراحة نفسها. يعني تخيل لو واحد قالك إنك بعد 5 سنين هتبقى في المكان اللي نفسك فيه، أكيد هتفرح. بس هل معنى كده إن ال5 سنين دول ملهمش قيمة؟ بالعكس، يمكن ال5 سنين دول
هم أهم من اللحظة اللي هتوصل فيها، لأنهم هم اللي هيغيروك. النجاح الحقيقي مش بيغير حياتك بس، الرحلة هي اللي بتغيرك. وعلشان كده في ناس وصلت لكل اللي كانت بتحلم بيه وبرضه مش مرتاحة، لأنها كانت فاكرة إن السعادة مستنياها عند خط النهاية، واكتشفت إن مفيش خط نهاية أصلا. كل ما توصل لحاجة هتبدأ تدور على اللي بعدها. المشكلة عمرها ما كانت في إنك لسه ما وصلتش، يمكن المشكلة إنك نسيت تعيش الطريق. عارف، يمكن بعد الحلقة دي مش هتبطل تستعجل، وأنا كمان غالبا مش هبطل، لأن دي طبيعة في الإنسان. لكن يمكن في المرة الجاية قبل ما تتضايق إن حاجة اتأخرت شوية، تفتكر إن مش كل تأخير خسارة. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيأخرها علشان تيجي في وقتها، وفي أبواب بتتقفل علشان أبواب أحسن منها تتفتح. وكم مرة كل واحد فينا زعل على حاجة ما حصلتش، وبعد فترة قال الحمد لله إنها ما حصلتش. يمكن لو كانت حصلت وقتها كانت أذتني أكتر ما نفعتني. عارف سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر، لو بصيت للمشهد وقتها هتقول إن حياته انتهت. خرج لوحده من غير بيت ومن غير أهل ولا مال ولا أي خطة واضحة. لكن اللي كان شايفه سيدنا موسى ما كانش هو الحقيقة، كان في تدبير من ربنا سبحانه وتعالى ليه هو لسه مش شايفه. وبعد سنين رجع نبيا ورسولا. أوقات كتير إحنا بنحكم على حياتنا من صفة واحدة، وربنا شايف الكتاب كله. وده يمكن أكتر شيء يطمن القلب، إنك مش مطالب تعرف كل حاجة، ولا مطلوب منك تشوف النهاية. مطلوب منك إنك تمشي وتسعى وتاخد بالأسباب، وتسيب الباقي على ربنا. يمكن الطريق يطول، بس طول الطريق مش معناه إنك ماشي غلط. وساعات الطريق الطويل هو اللي بيبني الإنسان، هو اللي هيقدر يحافظ على النجاح لما يوصل له. أنا عن نفسي في حاجات كتير كنت مستعجل عليها، وفي وقتها كنت فاكر إن التأخير عقاب، لكن لما بصيت ورا اكتشفت إنه كان رحمة من ربنا. يمكن لو كنت وصلت بدري ما كنتش هكون الشخص اللي يقدر يحافظ على اللي وصل له. علشان كده لو أنت دلوقتي حاسس إنك متأخر أو شايف الناس كلها سبقتك، ما تقسش رحلتك برحلة حد تاني. كل واحد فينا ليه توقيت مختلف، وله اختبار مختلف، وله رزق كمان مختلف. وربنا سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الآية دي لوحدها تكفي إنها تهدينا شوية. وفي الآخر مش كل حاجة محتاجة هتجري علشان توصل لها. في حاجات كل اللي محتاجاه إننا نصبر ونشتغل ونوكل أمرنا لربنا. وافتكر دايما إن السرعة ممكن توصلك لمكان، لكن الصبر هو اللي هيخليك تعرف تعيش فيه. وأخيرا أتمنى يا صديقي تكون خرجت من الحلقة دي ولو بسطر واحد يغير حياتك. شكرا لك على وقتك الجميل، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.